السلام عليكم شباب، ستيف معكم هير براذرز. من باخر فترة صار في مشاكل بين اليوتيوبر ابو الرب ونارين وغيث الى اخ. في كتير ناس طلعت وحلبت الموضوع. انا كان ما بدي ساوي فيديو بصراحة، انا توقعت يتصالحوا بعد يومين ويمرق الموضوع، بس مرق يوم اسبوع ولسه تزيد المشاكل اكتر واكتر. قلت بس بدي اعمل فيديو واحلب الموضوع مع الناس. بس هذا الفيديو ما رح يكون فيه مونتاج متعوب فيه، وراح اشرح القصة كلها من طقطقة للسلام عليكم بسرعة، وهيك يعني رحلة معلم. بلشت القصة كلياتها عند احمد ابو الرب. كان عامل فيديو عن موقع على الانترنت بيطلب منه خدمات مقابل مبلغ مادي. كان في خدمة من هدول الخدمات، رجال هو عم يتحمم يحط صورة حدا على صدره ويقول كلام معين وياخد مصاري. فابو الرب قال له حط صورة نارين ويحكي انه ابو الرب سكسي بوي ونارين بنت سيئة. He is a sexy boy. He is nice. Narina beauty is not good. She is bad. وحاطت ابو الرب حتى صورتها سمنيل، يعني ما ضل شي نجس فيه اكتر من هيك، يعني كأنه الشاب هذا اللي حاط صورتها هو معه بالحمام. فما علينا، فراح علق له غيث مروان قال له برو لو حاطط صورة حدا من قرايبينك كان احلى مشان ما تهين الناس. بس ابو الرب ما عجبه تعليقه لغيث، بس انا من وجهة نظري الواحد لازم ما يقبل لا هيك شي على اهله ولا على الغريب. احذروا مين لقيت. غيث مروان اللي هو على اساس صاحبي، اللي هو على اساس اخوي، وبقعد احكيها في سؤال اخوي ابو الرب وصاحبي ابو الرب، يطلع بدل ما انه يبعث لي مسج ويقول لي ابو الرب 1 2 3 انت عملته غلط او يرن علي، يطلع ينزل كومنت. فصار يقول له احمد انه ليش مو على اساس انت اخي ومدري شو وبرو، ليش طعنتني بظهري وليش ما جيت لعندي على الخاص ونمشي الموضوع على خير. احلى شيء انه لهلا نارين ما طلعت ولا حكت، مثل ما بيقول المثل 6 ما راحت بعتت فردة كندرتها. مين بيطلع بفيديو بيحكي برهوم، وهذا اخر شخص توقعته يحكي لانه بعرفه رفيق احمد بالدم، طلع يحكي بطريقة شخص حاقد ألف على أحمد. فشو صار؟ أخونا أحمد عمل نفس الحكي، دفع لناس مبالغ مشان يعملوا اللي بده إياه، وأظن الفيديو كله على بعضه إعلان. يعني عم يقول إنه الفيديو كان إعلان للموقع الإسرائيلي. عمل فيديو أحمد ورد عليه لبرهوم، وصار يتمسخر عليه إنه أنت قلت لي كويس على الدقيقة 8 بنهاية الفيديو آخر كم ثانية. كفو أبو الرب، جد أبو الرب اعتذر، يعني خلص يعني طلع زلمة وكفو. شكرا انك حكيت عني كفو على دقيقة 8، والله انك كويس. يعني بعد 8 دقائق منك بالاخير حكيت اني كفو. وأنت يا أبو الرب يعني تعرفها. لا تنسوا تصوموا. تشاو. جاء على أساس تعمل فيها إنه هيك منيح، ذكرت الناس بالصيام على الدقيقة 11. كل عام وانتم بخير يا جماعة. هذا فيديو تعمدت انزله في اليوم اللي قبل وقفة عرفة عشان ما ينزل فيديو مشكلة في يوم وقفة عرفة. يا الله اليوتيوبر شو بيستخبي الناس. قال نزل الفيديو قبل وقفة عرفة مشان ما ينزل فيديو فيه مشاكل. على اساس الناس ما رح تشوفه بوقفة عرفة. يعفو الله الغباء. انتوا توقعتوا انه خلص الموضوع هون؟ ما لا، نور مار طلع وحكى، وهذا الغليظ كمان طلع وحكى، بس هدول مالهم اصحاب احمد فخلينا نسحب عليهم. فنزل فيديو احمد مع ناجي، حكى كلام حسيته انه عنصري. في شغلة أنا سمعتها امبارح كتير استبعدت الموضوع، بس بدي أسمع رأيك. إنه السورية اللي قلبوا عليه. انه كلهم سوريين. قال انه اليوتيوبر السوريين اتكاتفوا وقلبوا عليه. انا ما لاحظت الموضوع الا بعد ما عملت، ترى انا يعني عم بخلص، يعني عم بسوي كل شيء هذا ومو ملاحظ انهم سوريين، ما بطلع على جنسية اصلا. قالوا هن اليوتيوبر اكتريتهم سوريين، يمكن كلهم سوريين اللي قلبوا عليه، بس يعني ما دخل. بعدين مشان ما يقلبوا عليه المشاهدين السوريين راح قال انه انا ما بطلع على جنسية. رأيي انا بكل هذا الموضوع دراما متفق عليها. حاسس هدول كلهم هيك اجتمعوا عملوا كل هدول الفيديوهات مشان ترتفع المشاهدات عندهم كلهم، تكبر قنواتهم اكتر، واذا كان مو متفق عليها فكبروا الموضوع كمان مشان نفس السبب، المشاهدات. وشوفوا بكره كيف رح يرجعوا يتصالحوا واحد واحد. قولوا ستيف حكى. بعلكم شغله هيك بيكون خلص الفيديو تبع اليوم. سلام عليكم. ما في نصر حتى ابني قصر، بكتب ما عجبني اللاين برتفع سطر، بمشي الدنيا على كيفي للعصر، بطلع من بيتي حتى لو حظر. خلي نت ايزي. هي ثقافة عمر بظبط باختك بتقبل اني كون صهر، عم سوي حالي اني عميق، استنى شوي وحموت غريق. بموت غريق، استنى شوي وبموت غريق.